السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحداث جاءت تسارع كلش. بالنسبة للدواعش اللي راح يدخلون اللي هم 7000 داعش، طبعا أمريكا مو لعيون العراق جابتهم للعراق على مود يحاكموهم، ومن هذا الشيء لأنه ندري إحنا أمريكا مصلحتها أهم من كل شيء. السيناريوهات اللي ببالي أنا أنه سيناريوهات اثنين. الأول أنه من يدخلون الدواعش سواء كملوهم أو ما كملوهم، بعدهم بالطريق باقي 2000 باقي 1000، بقدرة قادر 2000 أو 3 يشردون من السجن. شلون؟ ما حد يعرف، شلون؟ ما حد يدري. زين، هاي بالإضافة إلى أنه ذولي نصهم أو 3/4 يجوز يعني كنسبة معينة مثلا كانوا يقاتلون بالعراق، الباقي ما كانوا يقاتلون بالعراق، يجوز بسوريا، دواعش مال سوريا. فالقضاء العراقي ما راح يحكم عليهم، يجوز يا اما يخلي سبيل يا اما يرجعهم وين؟ سوريا. هاي اذا رجعوا. المشكله هذولي الكم واحد اللي راح يشردون راح يلقون لهم حاضنه كبيره، وخاصه بالمناطق السنيه، واحنا نعرف هذا الشيء وحرامات يعني. فهنا ايش راح يصير؟ راح يصير خطر من الداخل على الجيش العراقي وعلى الحشد الشعبي، خاصه بالخطوط والسواتر الاماميه اللي موجوده على الحدود السوريه. هذا السيناريو الاول، واللي مضاعفاته انتم راح تعرفون شنو يصير لا سامح الله اذا دخل الجيش السوري. ومن هذا الشغله، الشغله الثانيه انه امريكا راح تخليهم، او السيناريو الثاني انه راح تخليهم مركز ضغط. انتم عدمتوا هذا وعدمتوا ذاك، وهذاك ما له علاقه وما ادري شنو، تدخل نفسه وتسوي نفسه شرطي العالم مثل كل وقت، وتسوي نفسها تدور مصالح الشعوب وتدور الانسانيه، ومن هذا الشيء كذب. وهذا راح تخلي شروط تعجيزيه الله اعلم، يعني راح تخلي شروط تعجيزيه على الحكومه العراقيه. ربما انه يعني شغلات عقوبات مع عقوبات ترجعهن. ليش؟ لانه العراق به الحشد الشعبي، والحشد الشعبي كاتلهم، فيردون يشيلون هذا الحشد كله ما يقدرون، فيسوونهم بلبله منا ومنا على مود هاي الشغله، على مود ينهونه، حتى يلهون العراق بهاي الشغله وهم يتفرغون لايران. بس ان شاء الله جهودهم كلها فاشله. نتمنى من القضاء العراقي انه يسرع بكل سرعه انه يعدم ذولي اللي اجوا واللي قتلوا ولدنا، قتلوا شبابنا، قتلوا ابائنا واخواننا، انه يعدمهم باقصى سرعه حتى امريكا ما يصير لها مجال. واتمنى انه يجيبونهم يمنا هنا بالبصره بالناصريه، عندنا هاي السجون موجوده، حتى خاف يشردون. اتمنى من الحكومه العراقيه انه ذولي الدواعش يجيبوهم يخلونا هنا بالبصره بالناصريه، زين، حتى لا سامح الله خاف امريكا تسوي سيناريو انهم يطلعون من السجون ما راح يلقون لهم حاضنه، لا، راح يلقون امهات الشهداء واباء الشهداء واخوان الشهداء، زين، هم راح يستلموهم وراح يحتضنونهم ويخلوهم بالاحضان. وذيك الساعه خلينا نشوف ياهل يوقف لهم. تحياتي لكم.